الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. تقول شركة الكهرباء إن مستوى إنتاج محطة كهرباء ماهبر ارتفع من 18 ميغاوات إلى 24 ميغاوات في الساعة. تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية 28,271 قضية مواطنين، وتم إجراء مكاتب تنفيذية ل6,112 قضايا. زادت حصيلة مكتب إيرادات فارياب بنسبة 32%. قام مدير العام لدائرة المواصفات والمعايير الوطنية بزيارة عدد من مصافي التابعة لمجموعتي أنصار وآسيا للمنتجات البترولية في مقاطعة هرات. زود الهلال الأحمر الأفغاني 100 أسرة محتاجة من مدينة قندهار بمساعدات غذائية. تم نقل 464,969 طنا متريا من البضائع التجارية عبر السكك الحديدية الأفغانية في شهر جدي. عقد اجتماع مجلس إدارة بلدية كابول برئاسة مدير العام المولوي عبد الرشيد بمشاركة المساعدين ومدراء المركزية والمنطقوية لأجل تحسين الأمور والإدارة. قام مجلس الكريكت الأفغاني ببناء مركز صحي جديد والصالة الرياضية القياسية الدولية للاعبين.